تعرف ان ممكن الدكتور يشوف طفل بيموت قدامه وما يرضاش ينقذه، وهو يقدر ينقذه بس بيسيبه يموت وما يرضاش ينقذه ابدا. اهلا بك يا عزيزي مع اصعب معضله اخلاقيه طبيه موجوده في العصر ده. تخيل معايا كده الطفل اتولد قبل ميعاده بشهرين او 3 شهور، كان لسه المفروض يكمل في بطن امه للاسبوع ال40، وكان وزنه نص كيلو. نص كيلو ده اللي هو عارف رغيف العيش، هو 5 رغيف عيش، يعني قد ازازه الميه الصغيره. زمان الاطفال اللي كانوا بيتولدوا بالشكل ده كانوا بيموتوا بسرعه، انما دلوقتي الطب تطور وبقينا نقدر نحطهم في حضانات ونعمل لهم تنفس صناعي ونقدر ننقذهم ونمشيهم تاني في الحياه. الدراسات الحديثه اثبتت ان الاطفال دول اللي هم اتولدوا بدري قوي كتير منهم بيعيش باعاقات، يعني ممكن ما يسمعش كويس او ما يشوفش او يتاخر في الكلام، او حتى يتولد بمشكله في المخ وتكون حركته ومشيته بتكون صعبه جدا. وعلشان تكون الصوره واضحه وسهله بالنسبه لك، لو احنا عندنا 10 اطفال اتولدوا قبل ميعادهم بشهرين او 3 شهور، ممكن 3 منهم يطلع عنده مشكله كبيره جدا. وخلي بالك دي نسبه كبيره جدا مش قليله. منظمه الصحه العالميه بتقول لك ايه بقى؟ ان لو الطفل اتولد قبل الاسبوع ال24 او وزنه اقل من 500 جرام، ممكن نقرر ان احنا ما نحاولش اصلا ننقذه، لان فرصته في الحياه السليمه صعبه جدا. يا باشا الراجل فيه روح، الراجل فيه روح، انت عارف يعني ايه راجل فيه روح؟ بس دول تانية زي امريكا والسويد قال لك لا نحاول. مش ممكن لما اجي اسوق اكتشف ان انا بعرف اسوق؟ مش ممكن الواد لما يكبر يبقى سليم وزي الفل؟ احتمال، خلاص نسيبه يا باشا. السويد عندهم اصلا عيادات انتحاريه، فالواد ده لو كبر وعنده مشاكل صحيه وبقى قرفان من حياته وزهقان من الامراض اللي عنده، يا عم يروح ينتحر في اي عياده ويريح نفسه. الطب دلوقتي يقدر يعمل حاجات كتير جدا، بس السؤال المهم، هل كل حاجه نقدر نعملها لازم نعملها، ولا في حاجات لازم نفكر فيها بعقل وقلب في نفس الوقت؟ كان معاكم دكتور ابراهيم عادل، وربنا يحميكم ويحفظكم.